يا عادل يا عادل يا بولبينا بولبينا بوم بولبينا يا 118. لايك وشير وفولو وجهة نظر وكومنتات وصلى على النبي وزين النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. نخش في الموضوع على طول. المنتخب الجزائري يفوز على الكونغو بعد افقات الفيديو 118. مهم جدا نتكلم على شويه حاجات ايجابيه شفتها في المنتخب الجزائري ما شفتهاش كتير في البطوله. المنتخب الجزائري اقوى دفاع في البطوله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عشان بسم الله ما شاء الله عشان ما نحسدش كده، يعني منتخب جامد جدا جدا. عجبني قوي 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 الشخصيه التي يتمتع بها لاعبي المنتخب الجزائري، وازاي نازل عندي شخصيه. المدرب اللي نازل بضغط بهاجم بستخلص الكوره بضغط بهاجم برتد دفاعيا. المنتخب الجزائري اول اختبار عنيف، ازاي الفوز تاخر، ازاي عندي اوراق رابحه وعندي استراتيجيتي وعندي افكاري وعندي اوراق الرابحه اللي هنزلها 1 2 3 4، والاوراق الرابحه اللي نزلت غيرت في الاداء. وعادل بولبينا هدف قاتل جدا جدا جدا، وكل اللعيبه البديله عملت اداء جيد جدا 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 جدا. اعتقد ان المنتخب الجزائري منتخب ينافس وبقوه على افريقيا. عجبني قوي الجندي المجهول في المنتخب الجزائري هشام بوداوي، واحد من افضل اللعيبه في البطوله. الدفاع ونص الملعب ورياض محرز اللي عادي جدا ممكن يخرج عشان مصلحه المنتخب الجزائري. بغداد بنجاح المنتخب الجزائري اللي تألق وهجوميا كان اعنف واشرس بعد نزول بغداد بنجاح. مش عارف ليه في موضه ان انا العب من غير مهاجم في الشوط الاول. اعتقد المنتخب الجزائري واحد من افضل المنتخبات في البطوله، واحد من اشرس المنتخبات في البطوله. تعليق الكابتن حفيظ دراجي ما تزهقش منه. تعليقه على الهدف ممتع جدا جدا. الجماهير الجزائريه ممتعه جدا جدا جدا. الف مليون مبروك للمنتخب الجزائري وفوزوا على الكونغو. لايك وشير وفولو وجهة نظر وكومنتات، ولو ما تشوفني اعمل فولو مهم جدا جدا جدا. وشكرا، سلام.